كم مرة حسيت ان تسديدات الخلود بتدخل هدف كثير صح، يمكن اغلب تسديداتهم حسيت بهالشعور. ترى شعورك طبيعي لان ردة فعل ربيعي بطيئة جدا وما عنده توقع المسار الكورة. يعني لو تسديداتهم اللي من برا المنطقة كانت على المرمى انا ما عندي شك انها بتدخل، لكن من حسن حظنا انها برا. وشوف معي البلنتي مثلا، اللاعب راح يحتفل وهو توه يفكر ينط. عموما الفريق يفتقد النفيذ بشكل واضح بالكرات الثابتة غير المباشرة، والاشكالية ما هو انك تسجل من كرة ثابتة، الاشكالية انك بدون نفيذ كراتك الثابتة اغلبها تكون بعيدة بدون عنوان. فعشان كذا انا دايم اقول لو نفيذ طلع من فريقنا بالشتوية ما راح نحقق شيء غالبا، لكن الحمد لله انه مستمر. وانا ودي اشكر متعب الحربي اللي قدم مستوى عظيم دفاعيا وهجوميا مع انه يلعب مركز جديد عليه. كسب كل الالتحامات واسترد الكرة 4 مرات وكل مراوغاته كانت ناجحة. وترى يا متعب اللقطات هذه تجيب راسي، يعني لو تسويها مرة ثانية نسبة يشبح لك 100%. وهجوميا كان له حضور وصنع فرصة لكايو بعد اختراق عظيم، وتبديل انزاجي بسحب اليامي الغير فعال هجوميا ودخول كايو واعتماد مالكم كوينج باك ايمن وكايو كجناح كان تبديل ذكي. والاهم من هذا كله انه ما تاخر فيه مباشرة مع بداية الشوط الثاني.